هنعمل مع حضراتكم الجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل معاكم الطعمية من داخل المطعم مباشر ان شاء الله، وهنعرفكم ازاي التكات واللمسات بتاعة المطعم. انسوا بقى اي طريقة واعرفوا مننا الطريقة الصح. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الطعمية زي الحلاوة الفقش. هنعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من مطبخ نادي سليمان ان شاء الله. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده، الفول المدشوش، طبعا منقوع حوالي ساعة أو ساعتين في المية. بعد كده هنجيب الفول وعليه كرات المصري. أهم حاجة يا جماعة تاخدوا بالكم من الخامات اللي هنتكلم فيها. كرات المصري ده أساسي، والثوم والشمر وكزبرة ناشفة. ممكن كزبرة خضراء مش مشاكل، بس احنا حاطين زي ما انتم شايفين بصل وكرات مصري، والفول المدشوش المنقوع ساعة أو ساعتين في المية، وعليه الشمر والكزبرة الناشفة. هنبدأ طبعا نحطهم على بعض زي ما حضراتكم شايفين، وهنبدأ بعد كده تتفرم في المفرمة. طبعا بننقل لكم من داخل المطعم يعني خطوة بخطوة وبطريقة سهلة، وهنعرفكم التكات اللي بتخلي الطعمية مش مكتومة، وازاي نخلي شكلها حلو ومخرفشة وتبقى ذهبي وجميلة ان شاء الله، عشان نطلعها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تطلع ممتازة بإذن الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ ان احنا نفرم في الماكينة زي ما انتم شايفين كده المفرمة. اللي بيشوفنا لأول مرة يا جماعة، إن شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش تعملوا لنا لايك وشير عشان وتشاركوا لنا الفيديو، عشان إن شاء الله يوصل لكل الناس وكل الناس تستفيد بيه. احنا بنجيب لكم من داخل المطعم مباشر، يعني بنحاول ان احنا نجيب لكم من اساس الحاجة، يعني اساس المطعم الفول والطعمية جايبينها لكم من داخل المطعم مباشر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، الفول بالخلطة اللي احنا حطيناها، اللي هي الكرات المصري والبصل والثوم والشمر والكزبرة الناشفة أو كزبرة خضراء لو مبقاش مشاكل، بس هما بيحطوا كزبرة ناشفة في المطعم. كده خلاص اتفرمت. هنبدأ بعد كده المرحلة التانية، وهي هنبدأ نجيب الهاند بلندر بتاعنا عشان نبدأ نفرم. لأن الأساس دي بقى اللمسات يا جماعة اللي هتشوفوها دي. هنحط الملح الأول. الملح هيتحط على العجينة زي ما حضراتكم شايفين، وبالهاند بلندر هنفضل نفرمها لحد ما تنعم ويتعمل لها عرق وتبقى ناعمة زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا كده. لأن نفرم فيها، نفضل نفرم فيها لما لحد ما تنعم وتبدأ لونها يبيض أو يفتح شوية، يبقى فاتح. وهتبدأ زي ما انتوا شايفينها خطوة بخطوة. تابعونا إن شاء الله لنهاية الفيديو، وهتشوفوا اللمسات والتكات اللي هي بتاعة الطعمية من داخل المطعم مباشر. زي ما حضراتكم شايفين اهي بتبدأ تنعم واحدة واحدة زي ما انتوا شايفينها. شوفوا عملت ازاي، شكلها اختلف تماما عن ما كانت طالعة من الماكينة. تبدأ تتضرب وتتفرم بالهاند بلندر زي كده لحد ما العجينة بتبدأ يعني تبيض شوية أو تفتح. بدأت تنعم وبدأت تعمل عرق. طبعا يا جماعة هي كده واخدة الملح بس، ولسه هنحط لها بعد كده الكربوناتو زي ما حضراتكم شايفين اهو، مع حوالي معلقتين. ما بنكترش لأن الزيادة في الكربوناتو هتخليها اللي هي تشرب زيت كتير، ولو قليل هتبقى مكتومة. هنبدأ نضربها برضو بعد ما خليت الكربونات، نضربها كويس جدا. العجينة زي ما انتوا شايفينها بدأت تسيح معانا وبدأت تعمل عرق. نضربها كويس جدا. ده بقى اللمسات اللي بتنجح الطعمية وبتخليها عاملة زي الحلاوة الفقش. بسم الله ما شاء الله، يعني شكل العجينة يعني مش محتاجة أي تعليق يا جماعة، الشكل بيتكلم عن نفسه. طبعا هي كده بعد ما اتضربت هتبدأ بس، هي يعتبر جاهزة كده. بس هي العملية كلها يا جماعة في عملية الضرب. الضرب هو اللي بينعمها زي ما حضراتكم شايفين. شوفوا عملت ازاي. الطعمية مبتبقاش مية خالص ولا بتبقى جامدة، بتبقى كده يعني ماسكة نفسها في العرق. العرق بيجيلها من الضرب ده. نفضل نضربها كويس جدا. الكربوناتو بتحط مع ما تتضرب في الأول زي ما حضراتكم شايفين خطوة بخطوة معاكم من داخل المطعم مباشر. بعد ما ضربنا الطعمية، ضربت كويس العجينة حضراتكم شايفين يعني مضروبة كويس جدا. بدأت إن هي تسيح اهيت معانا وبدأت تعمل عرق زي ما حضراتكم شايفين. هو كده يعتبر خلاص العجينة ما شاء الله يعني باينة خالص اهيت. طبعا نحط لها كوبايتين مية يا جماعة أثناء الضرب عشان برضو تمشي معانا ما تبقاش ناشفة. وبعد ما خدنا في الطبق أو الحلة اللي هي بناخدها برا على الشغل، بيبدأ يضربها بإيده برضو شوية، بتفضل يدعكها كده ويحط عليها مثلا نص كوباية مية عشان تبقى برضو ناعمة معاه.
وبيضربها وبينعمها جامد عشان ده بيشد لها عرق وبيخليها تبقى طرية زي ما حضراتكم شايفينها. دي الطعمية يا جماعة من داخل المطعم، ودي التكات بتاعتها، طريقة الضرب بتاعها انها تتضرب كويس جدا، اهم حاجة فيها انها تتضرب كويس جدا. كده خلاص العجينة جاهزة يا جماعة اهيت. هنحاول نوريها لكم برضو ونشوف العود بتاعها اهي، لا هي سايحة مية ولا هي جامدة اهي. ده الملمس بتاعها اهو، حابين اوريه لكم برضو زي ما حضراتكم شايفينها، لا هي جامدة ولا هي سايحة مية، فيها عرق ماسكة نفسها. كده خلاص ده عجينة الطعمية أصبحت جاهزة يا جماعة على الآلية إن شاء الله. نطلع بقى زي ما انتم شايفين كده، بدأت تتقطع وتتحط في الآلية زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتبقى الزيت مغلي، وأول ما بتتحط بتقلي زي ما حضراتكم عارفين المطاعم بتقلي ازاي، كلنا بنشوفهم هما بيقلوا اهي. النار بتبقى الزيت مغلي، بنحط نقطع الطعمية كويس زي ما انتم شايفين كده، نقطع قطع طبعا. الطريقة قدامكم مش محتاجة أي تعليق، بس احنا بنحاول نوضح لكم الأمور. خلاص كده الطعمية يا جماعة اهيت. التقطيعة زي ما بيشيل بإيد ويضغط ويطلعها ويقطعها بالإيد التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. وجنبه طبعا مية بيبدأ برضه يشطف ايده فيها اهي. دي كده الطعمية من الألف للياء، والخطوات من داخل المطعم، الطريقة الصحيحة لعمل الطعمية اللي هي تطلع آه، هشة وفي نفس الوقت زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله. الطعمية طالعة لونها ذهبي وفاتح، مش محروقة ولا غامقة ولا مكتومة. طبعا هي لو مكتومة هتتحرق، وهي طبعا اللون ذهبي لأنها مظبوطة 100%. كده خلاص الطعمية يعتبر جهزت كده بقى على البيع، خلاص الناس تبدأ تشيل منها. طبعا دي قطعة هحاول نوريها لكم. شوفوا اللون عامل ازاي يا جماعة، الخرفشة بتاعتها والنعومية بتاعتها وشكلها دهبي بسم الله ما شاء الله. الشكل ولا أروع من كده. هنفتحها لكم برضه اهيت. شوفوا قلبها من جوه عامل ازاي، زي الحلاوة الفاشة يا جماعة. إذا عجبكم الفيديو متنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.